النهارده بنتكلم يا جماعه عن السلك، الجوده والامان اللي احنا قلنا عليها قبل كده. قلت هجيب لكم سلك حاجه بسم الله ما شاء الله. بص بصراحه منزله سلك يا جماعه 96 شعره. تعالوا ممكن نعدهم كده بالواحده. بصوا يا جماعه باينه معانا. بصوا يا جماعه ممكن نعدها بالواحده، خلي بالكم 96 شعره. الجراب كمان اللي بره الله اكبر حاجه، يعني عايز اطلعها لكم كلها. وعدتكم ان انا هجيب سلك نضيف ل 50 يارده يا جماعه. بصوا الجراب مستحيل انك انت تشيله بايدك. الكلام ده كله احنا بنقول عليه يعني مفيش حاجه انك تشيلها بايدك دي وتقطع والكلام ده كله. لازم يبقى معاك يعني اي حاجه هتقطع بيها وتلف بيها الحته دي عشان تعمل الريف كولكتور. بس انا حبيت اقول لكم النهارده ان يعني احنا كنا بنتكلم عن لفه السلك. اهم حاجه يا جماعه تكون حاجه كويسه عشان خاطر انت ترتاح وتريح دماغك. بصراحه جوده ممتازه، جوده حلوه. حتى كمان تقول لها الحاجه تقيله. قلت لازم اشرحها لكم عشان خاطر تبقوا واخدين بالكم. وهي دي يا جماعه 96 شعره اللي احنا كنا بنتكلم عليها. الفيديو اللي قبل كده قلت الشعر الرحمن لو وفرتها هجيبها هعمل لكم تصوير عليها. بصراحه دي من حاجه تاني. لا دي بصراحه حاجه ممتازه جدا. يعني لو عملت لكم مقارنه دلوقتي بدي وبالتانيه، لا حاجه ممتازه جدا. وصلوا على النبي.